ردود أفعال الشارع العراقي بعد توديع خليجي 23 مع محمد الخفاجي من بغداد. أنا أعتقد فرصة كبيرة ضيعها الفريق العراقي في إحراز اللقب الخليجي الرابع. أن يذهب إلى ركلات الترجيح كان بإمكانه حسم المباراة في وقتها الأصلي دون اللجوء إلى هذا العامل الذي يعتمد كثيرا على عنصر الحظ. للأسف الفريق العراقي ليس بمستواه اليوم. النتيجة مخيبة للآمال، الشارع كان ينتظر فرحة كبرى، كان ينتظر الفوز ولتجديد الاحتفالات، لكن للأسف النتيجة سيئة وسلبية بالنسبة للفريق العراقي. ملاحظات جدا قليلة، قدموا جهود جبارة، قدموا ما عليهم، يعني صراحة كانوا محتاجين هذا الفوز. اللاعبين كلهم أدوا، كابتن باسم، الكادر التدريبي، الكادر الإداري، كلهم قدموا. ركلات الترجيحية معروفة، ركلات الحظ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت مثل ما تعرف حضرتك هذا حال كرة القدم، لكن كان ممكن الفريق يعني لعب 90 دقيقة، يعني المدرب بأغلب من المباراة ما ثبت على تشكيل. الحمد لله كل الاحترام الكادر التدريبي وايضا اللاعبين قدموا مباراة تليق بسمعة العراق، قاتلوا من اجل اسعاد الجماهير، لكن الحمد لله والشكر هاي ركلات الجزاء. يعني شفت كابتن علي عبد الزهرة كانت فرصة محققة، لكن قدر الله ما شاء فعل. أنا أشكر الكادر التدريبي واللاعبين على ما قدموه، وإن شاء الله بالبطولات القادمة يكون إعداد جيد، يكون استعداد قوي لهذه البطولات، وإحنا مقبلين على بطولة كأس آسيا. صراحة ما نستحق الخسارة، كنا من البداية يعني أفضل المباراة إنه في بداية المباراة استحوذنا على المباراة، وصراحة الفريق الإماراتي يخشى الفريق العراقي مطلقا ولا استقر للحظة واحدة، رغم ما بعض وقت من أوقات المباراة نظموا كم هجمة الفريق الإماراتي، لكن بقى الفريق العراقي محافظ على ذروته، لكن هي ضربات الترجيحية للأسف الشديد. هاي حال كرة قدم، فوز وخسارة، لعبنا وقدمنا ركلات ترجيحية، يعني حظ. الحمد لله أشكر ما والفنا الحظ اليوم. دكتور